السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الرز بلبن بطريقة سهلة وبسيطة، ان شاء الله تنول اعجابكم والبنات الصغيرين يقدروا ينفذوها بكل سهولة. المقادير اللي معانا هنا: معايا 3 معالق كبار من اللبن البودرة، ده ممكن الاستغناء عنه. معايا معلقتين كبار من جوز الهند المبشور الناعم، معايا فانيليا، معايا معلقتين من الكريم شانتيه الخام، وده برضو ممكن الاستغناء عنه. معايا 3 معالق من النشا وده اساسي، هدوبهم في شويه ميه، والسكر حسب الاحتياج، والمكسرات المتاحه عندك. انا معايا هنا سوداني وزبيب. هعاير كوبايتين من الرز المصري بتاعنا ده، كوبايتين بالكوبايات المعياريه. ومعايا 2 كيلو من اللبن، يعني لكل كيلو لبن كوبايه رز من الكوبايه المعياريه. هرفع اللبن على النار عشان يغلي، وفي نفس الوقت احط شويه ميه على النار يغلوا عشان اسقط فيهم الرز يتسلق بالشكل ده. مجرد ان الرز يغلي 3 4 غلوات، ما سيبوش يستوي، يبقى نص سوا عشان هو هيكمل سواه في اللبن. اروح ضايفه الرز بالميه المتبقيه فيه على اللبن بالشكل ده. هنزل كل اللي في الجزرونه دي في قلب اللبن، واقلب بقى، انزل واقلب. اي خطوه تعمليها تقلبي على طول. مجرد بقى انه يبدا يدخل في السوا، هضيف بعض الاضافات اللي انا قلتها دي، ونسيب النشا للاخر خالص. اخر خطوه هننزل بيها هي النشا، ونعمل حساب ان الرز بينشي وفي نشا، فننزل بالنشا حبه بحبه. هنا نزلت بجوز الهند، هقلبه كويس، وبعدين هنزل بالكريم شانتيه واللبن البودره مع التقليب السريع طبعا عشان ما يحصلش اي تكتلات من اللبن او الكريمه. كده بدأ الرز بقى خلاص قرب يستوي خالص. هنزل بالسكر في الاخر. مجرد انه خلاص حبيت الرز استوت وقتها ولقيتها مستويه، انزل بالسكر، هقلبه شويه، وانزل بقى بالفانيليا ومعايا هنا شويه من قشر البرتقال المطحون، بيدي طعم جميل جدا للرز بلبن ويديله ريحه حلوه. ونقلب طبعا، ونسيبه بقى شويه لحد ما خلاص يبدا بقى ان هو دي تحس ان وشه بدا يلمع كده. هننزل بالنشا حبه بحبه لحد ما نحس انها بدات تتقل معانا. نستنى شويه لحد ما نوصل للسمك اللي احنا عايزينه، بس نعمل حساب ان الرز نفسه بيبقى فيه نشا، فمش بتاخد كميه نشا كتير. هنا بقى هفضهم في الكاسات دول، بوزع اللبن فيها بالشكل ده، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب العالمين. اوزع بقى المكسرات عليها، وان شاء الله تنول اعجابكم. وان كانت عجبتكم الفكره دي والجميله دي، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، والى اللقاء في فيديو جديد.